ستعطى انطلاقة هذه المقابلة. هناك هذه فرصة والفرصة في المقابلة وتدخل الدفاع. عملية جميلة لفائدة المنتخب الوطني، كرة جميلة في العمق. هذه فرصة دائما يوسف حجي، سيطرة لفائدة المنتخب الوطني. للآن اللاعبين ديالهم محتكرين الكرة. هناك سفيان العلودي بإمكانه باش يمرر مراوغة جميلة، بإمكانه باش يمرر زيدة، وكرة في ركنية باش يراوغ. بالفعل مراوغة جميلة، زيدة قوية، ولكن تغير الاتجاه يوسف حجي. فرصة لفائدة المنتخب الوطني. كريستيان باصير تمريرة، ولكن هذا سفيان العلودي. هدف بواسطة سفيان العلودي، والجمهور الآن اللي تحرك بقوة. هدف من رائع بمكان، هذا ما كنا كنتظروه. الكل المنتخب الوطني ظهر بمستوى جيد على الأقل لحد الآن. لاحظوا الكرة ما نزلتش تماما. الإعادة من زاوية أخرى لكايل باصير، تم تغيير الاتجاه ديال الكرة، و حتى الكرة ملي لمسات الأرض غيرت بدون ان الكره تنزل. مروان شماخ ما لمسش كرات كثيره، وهناك خطا. تدخل ديال فان بويطل اللي جر تموضوع وضربه راسيه قويه. كره جميله لفائده المنتخب الوطني. دي فرصه تمريره وتدخل في اخر لحظه لموديغاي. موديغاي لاعب فريق لازيو. هذه تسديده قويه، هذا العلودي، ولكن هناك تسلل سفيان العلودي. سفيان العلودي قذفه قويه ديال كنا دائما تنتظروا نظرا للقذفات القويه ديالو. لاحظوا تسديده من بعيد، تسديده قويه، ولحسن حظ الحارس ان الكره ما ارتطمتش. الوطني الان ما كاينش هناك تسلل لمروان شماخ، بامكانه باش ينطلق بينفع انطلاقه لمروان شماخ. تمرر وتدخل طارق سكيتيوي. لاحظوا العدد ديال اللمسات اللي قام بهم المنتخب الوطني، العدد ديال اللمسات المنتخب الوطني. بحال اضطر يعطيه الكره. كره خطيره، تدخل الحسين خرجه. موديغاي وتدخل ممتاز للحارس نادر الميغري اللي وضع فيه الثقه. هذه ضربه راسيه وتدخل جيد للحارس نادر الميغري على غرار حراس كره اليد. حارس فريق الوحده الامارة عناصر كثيره منه. مراوغه جميله لطارق سكيتيوي، بامكانه باش يتقدم. بالفعل هناك خطا خاص انذار. خطا وانذار وفعلا ورقه صفراء، لان ما كانش هو المدافع الاخير. هذا الشيء يوسف السفري ما تمكنش من تمرير الكره. حتى الحائط ما كانش في المكان ديالو اللي خاص الحكم يحسب الامطار القانونيه. القادوري تمريره جميله، وهناك الحارس. فرصه لفائده المنتخب الوطني، دائما فرصه جميله، سديده وكره جميله. العلودي اللي كان شويه ماشي في واحد المركز اللي يقذف، وخلى الكره غادي من بعد شفناها القذفه. كره دائريه، الشماخ سديده قويه، طارق سكيتيوي تيمر. هدف لفائده طارق سكيتيوي بعد الهدف الاول ديال عادل او اللاعب سفيان العلودي. خطا كبير للحارس، ولكن حتى من الوطنيه والفرجه هنا ببلجيكا كان خطا كبير. ولاحظوا بذكاء كره ارتطمت كذلك مرتين. القراءه ديال الحارس كانت خاطئه جدا. والكره الشماخ. هجوم لفائده المنتخب الوطني. حجي، سفيان العلودي بامكانه باش يمرر، ولكن فضل يراوغ تضيع منه الكره. ما كاينش هناك تسلل. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. سفيان العلودي يضيع سفيان العلودي كره المقابله. هدفين لصفر، ضربه راسيه هدف. كان هناك خطا في الدفاع. هدف بواسطه ويتسل لاعب ستاندارد لياج اللي دخل خلال الشوط الثاني. كان هناك خطا على مستوى التغطيه، كان بوحده اللاعب ويتسل 19 سنه، لاعب جديد في صفوف المنتخب البلجيكي. ما كانش ينتظر بدر القادوري بان الكره غتجي من الشرط وتمشي بهذه الكره هذه.
قريب كثير من مروان الشماخ. نبيل الزهر مراوغه جميله يمكنه باش يمرر بالفعل. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. الحسين خرجه، كاينش هناك خطا، وسفيان العلودي تيخلي الكره. اذا ركنيه لفائده المنتخب الوطني. نفذت كره دائريه، ضربه راسيه، ولكن ضاعت شويه الامير الرباطي. كان باق كما تكلمت في الشوط الاول. غنشوفوا هذا الهدف اللي تسجل في الهدف الاول، لان ما كانش تنتظر بدر القادوري. الكره غتجي حيد ركنيه، كرات الثابته كلها خطيره. لاحظوا قامات طويله بالنسبه للاعبين ديال المنتخب. نبيل الزهر بامكانه باش يسدد فعل، ولكن فضل باش يراوغ وكره تضيع. مبارك بوصوفه تضيع الكره من امين الرباطي، ما انتظرش الكره. كنقول بانه تفاجأ بالكره اللي وصلته الان، تفاجأ بالمدافع اللي ما مس الكره. وكان اتجاه عادل الهرماش. مازال مبارك بوصوفه بامكانه باش يمرر، وهناك خطأ لفائدة المنتخب الوطني. تركيز كبير، كرة دائرية جميلة ولكن مشات جانبية. كرة في اتجاه الحارس نادر المياغي، خروج ممتاز. كرة خطيرة لفائدة المنتخب البلجيكي، ونادر المياغلي في المكان المناسب. ما تيتيقش في الكره. شوفوا كيفاش خداها وركز باش ياخذ الكره ديالو. دخول اللاعب، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني. هدف لفائده المنتخب الوطني، هدف من الروعه بمكان. لاحظوا الطريقه اللي ركز بها اللاعب نبيل الزهر، وكيفاش اختار المكان المناسب وكانه تيسدد ضربه جزاء. فعلا ما زادش فيها الاخزامه. الكره جات عنده هديه من المدافعين اللي ما تفاهموا. خطا كبير كره في العمق، جوج ديال اللاعبين. لاحظوا كيفاش ركز، كيفاش رفع الاعين ديالو واختار المكان المناسب. وتا مع الرجلين ديالو مقوسين بسهوله. كيفاش ضرب الكره برجل او بخارج الرجل ديالو اليمنى. لاحظوا الهدف، طريقه باش تسجل كره في الجهه اليمنى، وتدخل ممتاز. ما يمكنش وما يتبينش بان المنتخب البلجيكي يقدر يرجع. المنتخب الوطني كره هدف عبد السلام بالجلون، وفرحه هيستيريا هنا ب ملعب الملك بودوان ببلجيكا. زمان شفت هذه يومين المنتخب المغربي في الفندق، اللاعبين انسجام كبير ما فيما بعضياتهم. حتى المناخ خلات تكون اشياء ايجابيه وتفاهم كبير. تشوفوا ارتماعها بالضربه راسيه ديال بن جلون اللي سبق المدافع المباشر اللي حداه. كما قلت اجواء كانت ايجابيه من ناحيه الطاقم التقني اللي كاين اللاعب. ونهايه المقابله بفوز عريض للمنتخب الوطني المغربي هنا ببروكسل.